حبايبي وحشني قوي قوي قوي. اللي بيشوفني اول مره يشجعني بقى بشير واشتراك وليك ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بشكركم على تعليقاتكم الجميله المحفزه اللذيذه الجميله بتاعتكم. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. النهارده ان شاء الله هنعمل حواوشي الاسكندراني بالعجينه بكل حاجه فيه واللحمه بتاعته وكل حاجه بطريقه جميله وسهله جميله جدا جدا. وهنشوف مع بعض. هقطع لكم الرغيف دلوقتي نشوف مع بعض. بصوا طري وجميل قد ايه. بصوا شايفين بصوا عامل ازاي. بصوا جميل قد ايه. جميل جدا جدا جدا. بصوا جميل جدا. فدلوقتي هنشوفوا مع بعض كل تكات وحركات. نسمي مع بعض كده، نسمي بالله ونصلي على الرسول وعليه افضل الصلاه والسلام ونشوف مع بعض كل حاجه. يلا يا حلوين نشوف هنعمل ايه. معانا اهو كيلو لحمه مفرومه. فيها نسبه دهون طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو. فيها نسبه الدهون، لازم فيها تكون نسبه الدهون على زي جاهزه من بره بالظبط. ولازم تكون فيها نسبه من الدهن. لو ما هي حمرا خالص طبعا بتعملي انت بقى بتدهني بتفرمي دوش او 25% او 30% دهن. يعني دهن يا دوش بيتباع عند الجزار وتحطيه مع اللحمه المفرومه. لازم يكون فيها نسبه دهن زي التكليك جاهز اللي بره اهو. شايفين؟ دلوقتي ده الكيلو لحمه المفرومه ده معايا حوالي 900 جرام بصل. يعني عايز تعملي كيلو ماشي، بس هو 900 جرام بصل بيعملوا 4 كبار او 5 متوسطين اهو. وصفيته كويس جدا من الميه وهنبدأ نحطه كده اهو. صفيته كويس جدا من الميه. اسف على صوتي عشان عندي برد. معايا حوالي نص كيلو من الفلفل، 5 قرون كبار وحزمة بقدونس. انا مخرطه الفلفل. عايزه تطحني الفلفل اطحنيه براحتك، يعني ممكن تفرميه برضو يبقى مفروم ناعم، بس انا حبيت اخرطه خرط صغيره كده وهنحطه اهو. معايا البهارات فلفل اسمر وملح وبابريكا. انا مش هحط اكتر من كده. دي بهارات الحواوشي. في بقى هناك في بيتباع بهارات حواوشي طبعا ملهاش اي لازمه. حواوشي يعني فلفل اسمر وملح وبس. حطينا معلقه بابريكا معاه اهو. شايفين؟ هنحط البهارات بتاعتنا اهو. انا بقول لكم الحاجه الجاهزه زي اللي جاهزه اللي بره وما فيهاش اي حاجه غريبه وحاجات موجوده في البيت. هنبدا نطحن نعجن كده في اللحمه بتاعتنا اهي. تعجنيها كويس جدا. على اساس ان انت وانت بتعجني بتدمجي كل البهارات وكل الحاجات اللي احنا مقطعينها واحنا مخرطينها. زي ما قلت لكم عايزين تفرموا الفلفل افرموه، بس انا حبيت احطه كده. الكيلو اللحمه عليها 900 جرام بصل. وعلى فكره لو عايزين تضاعفوا الكميه بتضاعفوا المقادير، ولو عايزين تقللوا برضو بتقللوا المقادير. انا جايبه لكم الطريقه المظبوطه جدا للحواوشي اهو. انا عجنتها اهو عشان ما اطولش عليكم. عجنتها لمده 5 دقايق ستة تندمج مع بعضها كلها اهي. وهنسيبها في التلاجة لمدة ساعة قبل ما نعجن العجينة بتاعة الحواوشي. هنسيبها ساعة تدمج مع بعضها، لأنكم لو عملتوها كده على طول مش هتحسوا بطعمها. لازم الحاجة المقادير بتاعتها تدمج كلها مع بعضها. هسيبها بقى في التلاجة ساعة ولا حاجة على قبل ما نحضر العجينة بتاعة الحواوشي. ده حوالي اهو كيلو دقيق. معانا كيلو دقيق منخول نخلة حلو. لازم ننخله قبل ما نعجنه علشان يطلع الهواء منه، عشان يبقى العيش حلو كده ومنفوخ كده ميبقاش معجن. هنحط معلقتين خميره فوريه اهو. حوالي معلقتين خميره. هنحط
معلقتين كبار سكر، شايفين، ومعلقة كبيرة ملح، شايفين. هنقلب المواد الجافة دي كلها الأول مع بعض اهو. شايفين قلبنا كلها مع بعض اهو، قلبتهم كويس. هنحط نص كوباية زيت اهو، شايفين. هنبس العجينة كويس قوي، لازم تندمج كلها مع الزيت، شايفين اهي اهو. شايفين انا بسيت الدقيق كله. اهم حاجه تنخلوا الدقيق زي ما قلت لكم علشان تطلعوا منه الهواء. وبرده لو عايزين تضاعفوا الكميه ده عليها معلقتين خميره فوريه. لو عايزين تضاعفوا الكميه بتزودوا الخميره، بتزودوا في كميه الزيت، بتزودوا في كميه الملح، بتزودوا كميه السكر، شايفين. فانا بقى معايا 3 كوبايات، حوالي 3 كوبايات ميه دافيه هنعجن بيها. وخلي بالكم جدا عجينة الحواوشي من العجاين اللي هي لازم تتخدم كويس جدا في العجن اهي. حطينا ميه دافيه تاني. انا لا قلت لكم لبن ولا عجننا باي حاجه. واللي يقول لك عجيني اللي فيه بيعجنوا بحليب بودر واللي بيعجنوا باللبن السايب، لا. لو المحلات بتعجن كده يخسروا. احنا بنعجنه هو بابسط حاجه الميه. لو هي زي ما قلت لكم المحلات بتعجن بلبن او لبن بودر هيخسروا. مفيش كده زي انا زي ما انا بعمل لكم كده بالطريقه دي. المحلات هي بتعجن كده بالطريقه دي. طبعا احنا ايه نفضل نعجن فيها لحد ما تلم معانا وتبقى عجينه مطاطيه كده وجميله. لو بالعجان 3 دقايق، لو على ايدك طبعا مش اقل من 10 دقايق او ممكن اكتر كمان اهو. شايفين بقى ايه؟ هنحط حبه زيت. كل ما العجينه تاخد زيت تبقى جميله في العجن اهي. انا عايزاها مطاطيه كده وجميله. بصوا عامله ازاي، بص بتمط ازاي معانا. بص شايفين المطه دي تخلي العيش منفوش وجميل زي ما انتوا شفتوا كده. يعني تعجني لمده 10 دقايق 5 دقايق مش اكتر يعني، وممكن اكتر كمان يعني، ممكن ربع ساعه 10 دقايق 15 دقيقه. شايفين بقى ده؟ بصوا مطاطيه ازاي، شايفين عامله زي المطه كده. تعرفوا ان العجينه ناجحه. بصوا المطه، شايفين انا بوريكم المطه بس. بصوا عامله ازاي. هنلمها بقى كده اهو. اول حاجه هنعمل ايه؟ انا لميتها لما حلوه اهو. هندهن حبه زيت عشان ما تلزقش لما تخمر. اهي. وهندهن الوش زيت برضو. وهنسيبها تخمر ساعة. هنغطيها دلوقتي ونشوفها مع بعض اهو. هنغطيها دلوقتي بالستريتش بتاعنا كده. وهنسيبها ساعة بالظبط تخمر، تضاعف ايه الكمية بتاعتها، ونسيبها في مكان دافي. لو هتسيبها في مكان دافي بقى او سخن وكده في الحر نص ساعة، في الشتاء ساعة. انا هسيبها نص ساعة ساعة زي ما بتخمر بقى اهي. هقول لكم انا هقول لكم الوقت قد ايه اللي خمرت فيه. ما شاء الله خمرت اهي اهي. سيبنا الهواء. بصوا العجينة ما بتلزقش وجميلة جدا 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 اهي. هنبدأ نلمها كده بقى
شايفين عجينه جميله وزي المستيكه كده ما بتلزقش، جميله جدا. انا سبتها تعجن ساعه. طبعا انت بتعملي بقى الكور على حسب المقاس اللي بيعجبك اهو. اهي شايفين اهو. بعملها كور كده، شايفين اهي اهي. اهو عملوا معايا 12 رغيف ما شاء الله، جميل جدا جدا والعجينه جميله. هنغطيها كده، هنسيبها ترتاح 10 دقايق، هنبدا نحشيها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي هولع الفرن على درجه حراره 280 واسيبها يسخن، وبعدين لما بحط العيش انا بوطي عليه شويه عشان العجينه تستوي واللحمه تستوي، عشان ميبقاش العجين مستوي واللحمه لا. اهو العجينه ارتاحت اهي خلاص اهي. نبدا بقى ايه، نقفلها كده. بصوا شايفين اهو، هنحط عليه حبة البركة كده اهو. شايفين جميل جدا اهو. هنعمل لكم واحد تاني معاكم اهو. شايفين هنعمل معاكم واحد تاني كمان. العجينة جميلة جدا زي المسكة كده في ايدينا، بتبقى جميلة. هي بتقفل لوحدها كده عشان طريه واحنا عجننا صح اهي. طبعا انا مسخنه الفرن اهو. هنحط عليه تباركوا، شايفين اهو. انا بقى خلص الكميه كلها وبرجع لكم تاني. حبايبي بصوا الجمال طالع اهو، بصوا جميل جدا جدا. بصوا العيش طري ازاي، جميل جدا جدا. بصوا عامل ازاي مفرغ وجميل جدا جدا جدا. بصوا عامل ازاي اهو. العيش خفيف. بصوا انا مش عايزه اقول لكم ان العيش خفيف، مش عجينه خالص. بصوا جميل جدا جدا. يا رب الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى تشجعوني بشير واشتراك ولايك عشان ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وشجعوني عشان انزل لكم حاجات جديده. اشوفكم على خير، باي باي.